تتبدا القصه ديالنا مع واحد خونا تيتصل بصحابو في التليفون، يكون مخلوع مضروب في وجهو حتى واحد ما تيجاوبو في صحابو. ديك الساعه مشى للوطيل اللي مريحين فيه، حل الباب لقى صحابو مقتولين، ومن شاف صحابو مقتولين تلف ما عرف اش يدير، خاف يموت حتى هو. في الاخير قرر يمشي عند البوليس. غتكون معاه واحد المحققه تحقق معاه وتكون سميتها هانيه، تقول لي شنو المشكله، يقول لها بلي هو الهاكر كلاي، وغادي نعرفوا بلي هاد هاكر كلاي تيقلبوا عليه هذه مده تصدمات، واخر حاجه كانت تتوقع يجي شي لعندها. تقول لي شنو السبب اللي خلاك تسلم راسك، وديك الساعه غادي يعاود لي على راسو. هنا غادي نرجعوا واحد فلاش باك، وغادي نعرفوا باللي سميتو بنيامين مثال القرايه ديالو كان خدام ليفر، والحلم ديالو يكون بطل خارق. سمح فيه با ملي كان صغير، امه كانت عندها انفصام الشخصيه وانتحرت. كبر مع جداتو ملي كانت عنده 14 عام، تعلم لغه برمجه بواحد الطريقه ما يمكنش. كان اول مره تيحس براسو ماشي فاشل، وكان القدوه ديالو هو واحد خونا تيقولوا ليه ماستر اكس. وهاد ماستر اكس كان خاربه ديال بصح. دقيقه بدات تتمل من هضرته، كتقول لي نقزات شي ودخل معايا في المسكي، وغادي يرفض وغادي يقرر يكمل هضرته. يقول له واحد النهار غادي نوصل البيزر واحد الطلبه في مكتبه، وغادي يضرب على واحد اختنا سميتها ماري. وهاد ماري كان تيبغيها ملي كانت تقرا معاه في المدرسه، وما عمرو زعما يقولها ليها ولا يهضر معاها. غادي يعطيها البيزا. بدا واحد خونا كان مع ماري تيطلع عليه وتيضحك عليه على الحوايج اللي كان لابس، وغادي تدخل ماري. دافعت عليه وغادي يعجبو الحال حيت دافعت عليه. ملي كان خارج سمعات تهضر على الامتحانات بلي ما حافظاش وما كرهاتش يكونوا عندها الاسئله. يبان لينا بنيامين اللي كامل الناس واش يفكر كيفاش يجيب لها الاسئله الامتحانات قبل ما يصبح الحال. هز البيسي ديالو قصد الجامعه تقرا فيها، دخل الغرفه ولصق البيسي ديالو، وقدر ياخذ الاسئله الامتحانات بسهوله. ملي كان خارج هو يتلاقى مع السيكوريتي، ونهار اخر غادي نشوفو هو بنيامين في المحكمة. مع ما كان عنده حتى سوابق، قرر القاضي يعطيه عقوبة اللي هي 50 ساعة في أعمال اجتماعية. وغنشوفوا بنيامين تينظف، وغادي يتعرف على واحد خونا سميتو ماكس، وغيكون هذا ماكس حتى هو داخل في هذا العالم ديال الهاك. غادي يسولو شنو المشكل اللي خلاك تجي هنايا، وغيعاود ليه لافير اللي وقعت ليه والسبب اللي حكموا عليه ب50 ساعة، وغيكون عاجبو. وغادي يعرف باللي بنيامين خطير في هذا الشيء ديال الهاك، وعطاه لادريس وقال لي في العشية غادي نتلاقاو في واحد الحفلة. وفي الليل غادي نشوفوا بنيامين وصل للحفله، وغيلقى هزايا ديال بصح وشاخده. وفي واحد اللحظه غادي يضرب على ماري، وبسببها في الخطوه ديك غادي يمشي للحبس، وغيشوفها كاع مسوقه ليه وغتكون ناشطه. في هاد اللحظه غادي يجي عنده ماكس، غادي يرحب به، وغادي يطلعوا واحد البيت الفوق، وغادي يسولوا هاني غتقول لي كي داير هاد ماكس. يقول له هو العكس ديالي، كان اجتماعي بزاف وكان مسطي وهارب ليه. غيدخل واحد البيرو، غادي يلاقيه بواحد جوج صحابو، غيكون واحد سميتو ستيفن. هاد ستيفن خطير في البرمجيات وما كانش شي سيستيم ما اخترقوش. وهذا بول، وهذا بول حتى هو كان عنده خبره في لغات البرمجه. ويقول لي ماكس اجي ريح في الكرسي وورينا اش تعرف. في واحد اللحظه قبل ما يريح في الكرسي غادي يحيد الخامات من السرجم، وغادي يريح في الحاسوب، غيبدا يخربق. واحد اللحظه كلشي غادي يطفى، غيتفضوا في الحومه كامله، غتولي مظلمه. ماكس وصحابو شافوا هادشي تصدموا، وما يرحبوا به في الجروب ديالهم، وهما يضربوا على البوليس. غادي يعرفوا باللي غادي يوقفوا لهم الحفله. ديك الساعه بنيامين رجع الضو، وهما يكونوا هابطين في الدروج، غادي يتصادفوا مع البوليس، وغادي يهرسوا الزاز ديال الجرده وهما يعلقوا. علقات معاهم حتى ماري، وغيكونوا معلقين. واحد اللحظه ماري غادي تبقى تشوف بنيامين، وغتعرفوا باللي هو داك الدري اللي كان تيقرا معاه، داك المعقد، وبدات تهضر معاه، ويكون حشمان ما قدرش يهضر معاه. من بعد غادي يتحرك وغادي يرجع للدار، غادي يدخل ما غاديش يلقى جده في الدار، ويبدا يقلب عليها في الزناقي، وغادي يلقاها في الشارع تجري بوحدها، غتكون مريضه وفي الصباح غادي يديها عند الطبيب. وغادي نعرفوا باللي جدها كانت هادي 4 سنين وهي مريضه بمرض الزهايمر، وغتكون دابا وصلت لمرحله متاخره وخاصها تبقى في السبيطار باش تعالج. في اول رفض بنيامين يتخلى على جده، وفي الاخر غادي يوافق حيت تكون عنده الخدمه وما يقدرش يقابلها. وما يكون غادي راجع غادي يتلاقى مع ماكس في المترو، وغادي يبقى يهضر هو وياه، وغادي يقول لي باللي كيفاش دخل العالم ديال الهاك. واخا هكا كانوا بجوج تعتبروا ماستر اكس هو القدوه ديالهم، وملي تعرفوا على بعضياتهم مزيان. وغادي يقترح ماكس على بنيامين ينضم للتيم ديالو، غادي يوافق بنيامين. غادي يتحركوا يضربوا اول افير ليهم، غيكونوا في الطريق، غادي يسرقوا ستافيت، غادي يقصدوا البلاصه اللي غادي يستهدفوا. حطوا ستافيت قرب واحد المبنى، غادي يقصد ستيفن وبنيامين. السيكوريتي غادي يوريهم الهويه ديال ما تكون مزوره. غادي يدخلوا المهمه ديال ستيفن، يحط الكاميرا في القاعه يصور الاجتماع ويشوف ردات الفعل ديالهم. والمهمه ديال بنيامين غادي يربط البيسي ديال العرض مع الويفي اللي طالقين في ستافيت، وغيكون مخلوع، دار راسو بحال تيقاد في الميكرو، ضرب على حتى واحد ما تيشوف فيه، دخل الويفي في البيسي، ضرب على ستيفن، حط الكاميرا. ديك الساعه غادي يخرجوا من تما، وماكس قدر يخترق البيسي. وغادي نشوف المقدمه تيشرح لهم شويه، غادي يعرض واحد الفيديو ديال هتلر تيشوهوا فيه.
وهي غادي ترون مؤتمر كامل. وفي واحد اللحظه غادي يهجموا عليهم الحراس وغادي يهرسوا عليهم الصنافيط، كانوا غادي يشدوهم في الاخر غادي يعلقوا لهم. غيكونوا اول عمليه اختراق نجحوا فيها. هاني غادي تسولوا تقول لي باش عرفت بلي هادشي اللي قلتي لي كله صحيح. اول حاجه غادي يعطيها رقم التامين ديالها، مورا غايقول لها فين تزادت وفين قراش والحسابات البنكيه ديالها، وغادي يصدمها يقول لها حتى المرض اللي عندها غير هي والطبيب اللي عارفين. وهي تقول لي كمل لي القصه، ويقول لها بلي هذاك الفيديو ديال الشركه اللي شهود ضرب مليون مشاهده في اليوتيوب. وهكا بداو تيتشهروا، وقال خاص تكون عندهم السميه ولا غادي تشهروا بها. وبداو تيفكروا في الاخر غادي يختاروا سميت كلاي، ومن بعد غادي يبداو يختاروا البنوك والشركات الكبرى، واي عمليه داروا كانت تنشر في الانترنت. وبداو تيتعرفوا بزاف، وفي اللي يكونوا مجموعين في دار بنيامين صيفط ليهم ماستر اكس شي حاجه، شافوا الميساج ديالو فرحوا بزاف. من دخلوا دارك ويب شاف داكشي اللي داروا وقال لهم بلي البراش المبتدئين يقدروا يديروا هادشي. غادي يقول لهم على واحد مجموعه الهاكر سميتها فريند، هما احسن وحدين في دارك ويب. جهه اخرى غادي نشوفوا هاني تقول لهم على المجموعه الهاكر فريند من المافيا الروسيه وخاصهم يشدوهم في اقرب وقت. ماكس ما تصدقش ليه الهضره اللي قال عليه ماستر اكس، غيكون تيفكر يضرب شي ضربه باش يبينوا ليه حتى هما كاينين، وهو يقترح عليهم بنيامين يخترقوا جهاز مخابرات الالمانيه. في اول من سمعوا هادشي تخلعوا وتصدموا، في الاخر غادي يوافقوا. ديك الساعه بداو اول حاجه داروا يستهدفوا مسؤوله على الكودات ديال البيبان، تعرفوا عليها وعرفوها باللي تعجبوها المشات. استغلوا فرصه باش يخترقوا البيسي ديالها، صيفطوا لها واحد التصويره ديال واحد المشة مع واحد الرابط مع بركاش عليه طلع ليهم كلشي كاع كودات البيبان. ودابا خاص غير يتسد المركز فيه كاع القضايا والمعلومات الدوله، وفي الليل يبانوا لنا داخلين كل واحد مشى للبلاصه يدير المهمه ديالو. ماكس تحرك البيرو ديال خطنا يجبد الكودات اللي يدخل الحاسوب المركزي ويسيب المهمه ديالو، يمسح تسجيل الكاميرا وبول يطفي الضوء ويحل البيبان اللي تيدير غرفات الحاسوب. اما بنيامين اللي غادي يتكلف اختراق الحاسوب الرئيسي، والخطه ديالهم يخدموا المطبعه ديال المبنى كامل ويخليهم يطبعوا سميتهم والشعار ديالهم، هادشي باش يثبتوا باللي قادرين يخترقوا اي حاجه. اما يكونوا خارجين غيبان لنا بنيامين فوجو ناوي على شي بلان، حتى قرب الباب وعاود رجع وخدا شي معلومات، وغنشوفوهم ناشطين ومحتفلين الخطه ديالهم نجحات. والمبنى كامل بدا تيطلع الطابعات اللي داروا سميتهم والشعارات. بنيامين في واحد اللحظه غيضرب على صاحبو ماكس مع ديك ماري تيديروا لي بيتيز، ومشى ليه تيتيز. هو يسخط ومشى للدار تبعوه، عيام يشرح ليه ماكس بلي كان سكران ما بغاش يفتح ليهم بنيامين. ماكس شافو معكس ما بغاش يحل ليهم، ويقول لي بلي بلا بيهم ما يكون تيسوى حتى حاجه. غيسخط بنيامين باش يثبت راسو، ناضو صيفط الماستر اكس كاع المعلومات والتحقيقات ديال المخابرات الالمانيه. ويبان لينا بنيامين من رجع خدا دوك المعلومات، وغنشوفوا المخابرات الالمانيه تيقلبوا على شكون اللي دار هذا الشيء. ثاني توصل شي حاجه الساعه ما خلاو والو مورا، ما عارفين اش يديروا مزيان وما خلاو حتى دالي. الصباح غادي نشوفوا بنيامين الناس حتى وقفوا عليه صحابو نا تيجري عليهم، هو يشبكها مع ماكس. واحد شويه تيسمعوا الاخبار تيهضروا على الاختراق ديالهم بسبب معلومات اللي سرقات تقتل هاكر من مجموعه فريند كان خدام مع البوليس. في هاد اللحظه من سمعوا هاد الشيء غادي يعرفوا باللي بنيامين اللي دار هاد الشيء. من يسولوه غيقول لهم باللي كان معصب وعلى الهضره اللي قالوا ليه، ناض صيفط كاع المعلومات ديال المخابرات الالمانيه وصيفطها لماستر اكس. من سمعوا هاد الشيء تلفاج بيهم، ومن بعد بداو يفكروا شنو غيديروا. الحل واحد هما يكتشفوا هويه ديال ماستر اكس مقابل الحريه ديالو. بداو يفكروا شويه، سمعوا الدقان، حل بنيامين الباب لقى ماري جايه تطلب منه السماح على داكشي اللي وقع البارح. خونا كان طالع ليه الدم وهو يجري عليها. في نفس النهار غيدخلوا واحد المكتبه بالليل، شدوا واحد البيسي دخلوا دارك ويب غيقلبوا على ماستر اكس، داروا هادشي حتى يكونوا شاكين في البيسيات ديالهم تخترقوا ويقدروا يوصلوا ليهم بسهوله. بعد دخلوا دارك ويب لوكاليزاو عند هاني والفريق ديالها، وبنيامين بدل لوكاليزاسيون باش ما يوصلوش ليهم. وخا هادشي كامل الفريق هاني قدر يوصل ليهم باللي كاينين في المكتبه، وخدات فرقات التدخل السريع مشات عندهم. وهاد اللحظه يكون بنيامين تيتواصل مع ماستر اكس يشكروا على البيان ديال المخابرات، وبالفضل ديالو اكتشف داك الخائن اللي كان معاه في المجموعه. وما كراش قال ليه هو اللي معاه في المجموعه ديالو بنيامين داكشي اللي كان تيقلب عليه، حيت هذا هو الحل الوحيد اللي يكتشف الهويه ديال ماستر اكس. تيكون تيصيفط ليه المهمه اللي خاصو يدير باش يولي مع المجموعه ديالو. غتكون هاني والفريق التدخل السريع ووصلوا عندهم. صحابو ضربوا عليهم وما يعلقوا، وهو ما بغاش يهرب حتى تيليشارج المهمه ديالو من سالا. خرج تيجري جابها معاهم عبار، غير شافهم وهو الحل واحد يضرب الماسك وغادي يرجع للمكتبه. غيكونوا يقلبوا عليه، يكون هو مخبي تحت ورجليهم وما شافوش، غير يتحركوا. خرج عند صحابو وما يعلقوا نيشان الدار. بنيامين تيعاود
هادشي وهي تسولو هاني تقولي شنو هي المهمه، نعطيك ماستر اكس قال ليه شرط عليه يجيب ليه المعلومات من نظام الشرطه الاوروبيه. وهنا غادي يخطط هو وصحابو كيفاش غادي يطيحوا. الخطه كانت سهله، غيخترقوا نظام الشرطه الاوروبيه وياخذوا المعلومات من يبغيو يعطيهم ليه، غادي يديروا ليه واحد الفيروس باش يكتشفوا الهويه ديالو. ولكن قبل ما يبداو ينظموا هاد الخطه شعلوا العافيه في كاع الاجهزه اللي عندهم باش ما غادي يخليو حتى دليل موراهم. اشتراو اجهزه جداد، مشاو واحد لوطيل. الخطه كانت بالنسبه لهم سهله، ولكن ما جاو يطبقوها صعيبه. باش يخترقوا اجهزه الشرطه خاص يلصقوا واحد الجهاز الويفي ويكونيكتيو مع كاع الاجهزه باش يديروا ليه هادشي. باش يديروا هادشي خاص ضروري يدخلوا واحد المقر ويحاول يعطيهم شي حاجه والو، حاولوا يدخلوا مع العمال النظافه والو، حاولوا يدخلوا حتى من القوادس والو. خاص يدخل مع القادوس غادي يضربوا واحد المسمار في يدو، عقلوا مزيان على هاد الضرب، غادي تقلب القصه كامله. غيكونوا مقابلين مع المقر تيفكروا كيفاش يديروا شي خطه باش يدخلوا بها. شافوا شي طلبه كانوا عندهم زيارات المقر، وداك الطلبه تيطلعوا في البيوس غيضربوا على واحد طاحت ليه البطاقه ديالو. رجعوا للدار عالجوا الماكس يدو ومع نعسو كاملين. هز بنيامين البطاقه ديال داك الطالب ومشى قصد نيشان المقر. مشى عند الحارس في الباب قال لي شنو بغا، قال لي بلي نسى البسطام ديالو. ما بغاش يخلي الحارس يدخل وبدا تيبكي عليه وتيتغبن عليه تما، تيحاول معاه باش يقنعو باش يخليه يدخل. ضربات لي فوجو قال لي هادشي داروا ليه با حيت هرس واحد الكاس ديال الماء. خاف عاوتاني يسلخو با هو يدخلو. بقى فيه الحارس وقال ليه البلاصه اللي نسى فيها بسطامو تماك لصق الاجهزه اللي تحت الطبله وجبد بسطامو اللي كان مخبيه، وغادي يوريه الحارس وغايقول لي بلي هو لقاه في الصباح يكون مريف واحد القهوه وقدر يخترق نظام داك الجهاز اللي لصق. خدا المعلومات اللي طلب منهم مستر اكس، ولكن قبل ما يعطيهم ليه خاص يدير واحد الفيروس باش يكتشف الهويه ديال مستر اكس. قصدوا البلاصه اللي دايرين عطاه الساروت، بطبيعه الحال ماشي في الواقع ولكن في الدارك ويب. وصل حل بالساروت اللي عطاه، دخل به. الخطه كانت غادا مزيان، ولكن فاش سلم على مستر اكس باش يعطي المعلومات ما خداهمش منه، ولكن كان عايق به بلي دايرين ليه شي فيروس. هو براسو مستر اكس كان مخبي في الساروت واحد الفيروس وصورو بالكاميرا ديال البيسي ديالو وصدق العكس. صدق عارفو مستر اكس ومع صيفط ليه واحد جوج الحراس ديالو، هو يضرب عليهم وهو يعلق، هو هارب وهما تابعينو، تعلق الشريط وفي الاخر هرب لهم. من بعد هو يضرب بواحد جزء ديال لوطيل، غيمشي يعلم صحابهم. ما يوصل تماك لقاهم مقتولين كاملين. وديك الساعه تحرك لقسم الشرطه. وهنا غادي نرجعوا القصه ديالنا اللي بدينا من الاول. تسولو هاني غتقول لي باش نقدر نعاونك، غيقول لي غادي نعاونكم تلقاو ماستر اكس ولكن بشرط غتعطيوني الحصانه غتدخلوا في برمجه حمايه الشهود. وهاني غادي تتصل بالرئيس ديالها غادي تعاودي على هادشي اللي واقع، وغادي نشوفوا بنيامين تيفكر في ماري. غادي نعرفوا قبل ما غادي يجي عند البوليس كان داز عند ماري وغتفق معاه باللي غياخذ الحصانه وغادي يخويو بجوج المدينه. هي تجي عند هاني غتقول لي كيفاش تقدر توصل عند ماستر اكس. قال لي عطوني بيسي وانا غادي نوريكم اش غادي ندير. من بعد ما قول ماستر اكس بزاف ديال المرات غيكون تعلم وخدا خبره وغادي يدير ليه نفس الخطه اللي قلبوا بها. مشى فتح واحد الروم في الدارك ويب سميت ماستر اكس، دخل فيه كاع لي هاكر الا ماستر اكس. غيقول لهم باللي هو اللي قتل داك الهاكر وجاي يعترف لهم باللي مع المخابرات. وماستر اكس الحقيقي وصلته الخبار، بدا تيحاول يدخل داك الروم باش يوقفوا. قاتل لقى واحد الثغره استغلها وفي الاخر دخل عندهم. مع حط رجلو تما غادي يكتشف بلي هذاك الفيروس خلاه ليه بنيامين. مع دخل اكتشفوا الهويه ديالو وحتى فين كاين. عطاهم المحقق يعني ما كملاش 10 دقائق حتى وصلوا عليه ضربوا الماستر اكس بمينوط. وهنا غادي نعرفوا بلي مستر اكس باقي برهوش. الله عنده 19 عام سنين هو محمقهم. وهاني ورا تصاور بنيامين بلي شدوه، وهاني ضربات على الضربه اللي في يده ديال المسمار، وهذيك الضربه نفسها اللي قال لهم بلي تضرب فيها ماكس. وهاني شكات فيه وعرفات بلي شي حاجه ماشي هادي. هاني غادي تحرك عند ماري غادي تسول على ماكس اللي خانته معاه. غتقول لي بلي اول مره واخر مره شاف فيها بنيامين جاب لها بيتزا، وهاد ماكس بلي ما عمرو شافش ولا تعرفات عليه. وهاني ما فهمش والو. داخلت والحل الواحد اللي بقى لها هي خاصها تمشي عند الطبيب اللي كانت موته تعالج عنده قبل ما تنتحروا. في العشيه غادي نشوفوها مع الطبيب تتعاود ليها الشيء، والطبيب مع الخبره اللي عنده غيقول لها باللي غالبا يكون عنده انفصام في الشخصيه بحالو بحال مو. داكشي باللي دوك صحابو اللي كانت في المخيله ديالو وكل مرات يمثل واحد فيهم. باش يتاكدوا باللي مريض نفسيا مشات هاني لوطيل اللي قال لهم باللي ماتوا صحابو تماك ما لقاو حتى جثه. وتماك هي غادي ترجع عنده غادي تعاود هادشي، وبدا تيتخيل داكشي اللي كان تيهضر بوحدو. هو يقول هاني شنو المعمول دابا؟ قالت لي باللي القانون تيمنع عليهم تيعطيو برمجه حمايه الشهود الامراض النفسيه، والحاجه الوحيده تقدر توفر ليه هي الحصانه ومن سالات وغادي يبقى فيها بزاف.
سمح فيه باو منتحرات هو صغير درجات حياته كامله دوزها بوحدو، ولا تيتخايل مع صحابو من غادي يخرج غادي يقتلوا مجموعه ماستر اكس اللي كان خدام معاهم. ماستر اكس من بعد قررت تعاونو، حيدات ليه مينوط، قالت يدخل سايبرات برمجه حمايه الشهود، هو يدخل اخترق السيستم بدل الهويه ديالو وبدا حتى شي هويات ديال شي ناس اخرين. من بعد دار هادشي كامل خرجاتو هاني من تماك باش يمشي بحالو. قبل ما غادي يمشي شكراتو على المساعده ديالو ليها، طلبات منه يوعدها ما عمره غادي يرجع لمجموعه الهاكر. شكرها حتى هي حيت عاوناتو. من بعد ايام غادي نشوفو مبدلو ديالو وغنشوفو مع صحابو اللي هو ماري، وغادي نقولوا باللي هاد خونا مازال تيتخيلهم، ولكن في الاخير غيكون هادشي بصح. وغادي نرجعوا واحد فلاش باك ملي رجع للوطيل لقى صحابو بخير، وهذيك اللي قال لهم باللي لقاهم مقتولين هذيك غير كذبه قالها البوليس، وقال لهم اش واقع وعاود لهم البلان. داروا خطه باش يخرجوا من هاد الوحله اللي حصلوا فيها. اول حاجه نظموا خطه، حيدوا اي دليل واي حاجه كانت تثبت باللي كانوا في حياته شي نهار. وموراها قنع ماري فاش تجي عندها هاني تسول عليه، في الاخر ضرب يده بالمسمار وقصد البوليس. غيعاود لهم كاع هادشي كامل من خلال هادشي باش يوهمهم باللي عنده انفصام في الشخصيه، وخلاهم هما يقولوا باللي صحابو كاع ما كانوا، وكون شدوهم بربعه غتكون تكوين عصابه وما عمرهم غادي ياخذوا الحصانه اللي خدا بنيامين. ومن دخل صايب راسو برمجه حمايه الشهود صايب حتى لصحابو وحتى هما بهادشي زرب على المحققه هاني، وغادي يبداو حياه جديده. غادي يسالي الفيلم ديالنا، ما تنساش معك كومونتير لايك ابوني باش يبقى وصلك جديد، ولا